ورحمة الله وبركاته. النهارده يا جماعة معاكم أحمد شويبس، وأهلا بيكم في قناة نجاح بلا حدود. النهارده هنتكلموا يا جماعة عن علاج الانتفاخ. طبعا احنا ذكرنا الحلقات اللي فاتت وحاجة اسمها الاحتباس الحراري. انت بيبقى عندك انتفاخ، ومثلا شايف ان دخلت المزرعة وشايف ان المزرعة الأرنب بيموت واحد ورا التاني، وبصيت على بطنه ولقيتها منفوخة. وطبعا سمعت طبعا العلامات اللي احنا قلناها الحلقات اللي فاتت. طبعا فورا اول حاجه طبعا هنشيله الاكل من مكانه. تاني حاجه احنا هنعمل طريقه سهله وبسيطه لعلاج الانتفاخ. في ساعتها هنعمل ايه؟ هنجيبه شويه نعناع. طبعا احنا مش هنعملها عملي، لان الحكايات اللي احنا بنقولها ديت يعني مش محتاجه ان يكون فيها عملي. شويه نعناع هنغلوها في اناء كبير على حسب طبعا الاعداد اللي عندك، وشوف انت مثلا عندك كم كم ذكر، قد ايه اولاد، وهتحط لهم 50% نعناع مغلي على الميه اللي موجوده، يبقى 50% ميه و50% نعناع. وطبعا نمنع الاكل زي ما احنا قلنا برضه الحلقات اللي فاتت، الاكل مباشره يعني على طول في درجه الحراره الشديده، مفيش اكل خالص. واول ما الجو يرطب بنحط لهم الاكل مع النعناع في الميه وبيعالج الانتفاخ. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.